الصعاب التي صادفتها في هذه الآونة الأخيرة، إلا أن جمعية وحدة الشعراء العامية لم تترك أبدا همها الأول وحلمها الجميل في أن تصنع للشعراء هذه الفرحة، بأن تداوم على إقامة مسابقة أفضل شاعر عامية، وهي المسابقة الوحيدة الموجودة على الفيسبوك بالكامل التي استمرت عام ونصف كاملا ولم تنقطع أبدا، رغم أننا اختزلنا 4 دورات لم نقدم فيها التكريم المناسب وشهادات التقدير للشعراء، وهذا كان راجع لبعض الظروف القاسية التي تعرضت إليها جمعية وحدة الشعراء العامية. وقررنا نحن مجلس الإدارة بأن في كل مهرجان إن شاء الله، في كل مهرجان إن شاء الله سنكرم الدورة الحالية ونأخذ دورة من القديمة لنكرمهم. ولكن الأستاذ منتصر منصور الشغوف بكاسبه بالتصوير حاليا يعني عاتبني وعنفني بشدة، وقال لي ايه ذنب الناس دي ان احنا نأخرهم في التكريم، يجب ان احنا نكرمهم كلهم دفعة واحدة. ولذلك ان شاء الله انا عندي اتفاقية مع دار الأوبرا المصرية ان احنا هنعمل مهرجاننا القادم خلال شهر نوفمبر لدار الأوبرا المصرية. ان شاء الله هنعمل المهرجان وهنكرم كل الشعراء من ابتداء من الدوره 15 16 17 18 4 دورات بالكامل، بالاضافه للدوره اللي هتبقى الجديده اللي هي رقم 20. واعلن عليكم خبرا هاما، الدوره ال20 القادمه من مسابقه افضل شاعر عاميه هي الدوره المتممه للعامين من مسابقه افضل شاعر عاميه، ولذلك سيكون لها اعتبارات خاصة وسيكون فيها جوائز مالية وأوسمة حقيقية واحتفالية كبيرة جدا للفائزين في هذه المسابقة، لأنها المسابقة الأولى أو هنسميها بقى اليوبيل الفضي الميني الفضي يعني بالنسبة للمسابقة دي إن شاء الله. ولذلك أنا هعمل فيها حاجة جديدة خالص، هقسمها 3 أقسام. قسم هيكون للمواهب الشابة، لأن بيجيلي خواطر كتير جدا جدا أنا حقيقي يعني ما اقدرش اسميها شعر، لان لو سميتها شعر وادخلتها في المسابقه يبقى باظنا شعراء زي رضا نور، شاعر زي رجب فرج، الشعراء الكبار الموجودين معانا ما ينفعش ان انا عفوا يعني اسويهم بالخواطر. فالخواطر دي لها سكتها وهنعمل لها مسابقه خاصه بيها وهنسميها مسابقه المواهب الشابه، بالاضافه للمسابقه الرئيسيه بتاعتنا هي مسابقه افضل شاعر عاميه، ودي هتكون للجميع. وهناك مسابقة خاصة سنسميها مسابقة المستوى الخاص أو المستوى الرفيع، وهتكون لكبار الشعراء، ولن يقبل فيها نص إلا إذا كان مكتملا فنيا. يعني القصيدة تكون موزونة وزنا دقيقا، وزنا خليليا، وليس وزن من وزن الجمال الحاتمي، وزنا خليليا لا وزنا خليليا. النقطة الثانية ستكون القصيدة لها معماريتها الخاصة، لها زاوية الرؤية، قصيدة مكتملة بالكامل، وهنسميها مسابقة المستوى الرفيع. والفائز فيها إن شاء الله هعلن عنها إن شاء الله بكرة على الفيسبوك في الجروب بتاعنا. هيكون في جوائز مالية، وهيكون في رحلة خاصة للوادي هتكون مجانية له تماما للفائزين فيها. وهنحدد مستوى في مسابقة المستوى الرفيع 3 فائزين فقط، يعني مش هنعمل بقى الايه اول مكرر وثاني مكرر وما شابه ذلك. يعني فين وعندنا ولا عندكم الكل اتثبت الحمد لله. المهم خلينا في اللي احنا فيه سكويرنا مش مشكله. ان شاء الله المستوى الرفيع علشان ندي للمسابقه قوه وندي لها ثقل، أنا هدخل في المسابقة كل شعراء العامية الكبار، وهيبقى على رأسهم، ودي هتبقى مفاجأة إن شاء الله، الشاعر اللي كان زعلان مننا في المهرجان السابق في اتحاد الكتاب صديقنا العزيز الشاعر سيد حجاب. وأنا هدخل في المسابقة دي أنا كمان متسابق معاكم، واللجنة اللي هتبقى هتكون مسؤولة عن الفرز المشاركات المقدمة هيكون على رأسها الناقد مسعود شومان والدكتور مدحت الجيار إن شاء الله.
هتبقى مسابقه من نوع خاص، لانها هتبقى احتفاليه خاصه جدا. وان شاء الله اذا نجحت هذه الاحتفاليه هنرجع زمان. احنا كنا عملنا في بدايه جمعيه واحد شعراء العاميه حاجه اسمها شخصيه العام، ودي انا هنفذها السنه دي ان شاء الله. هعمل شخصيه العام ونتسابق فيها، وهيبقى فيها برضه جوائز ماليه كويسه جدا. وهنعمل مسابقه المستوى الرفيع تبقى مستمره بشكل طبيعي. فانا بعتذر للشعراء والشاعرات اللي ما تكرموش النهارده في الدورات السابقه، وان شاء الله في دار الاوبرا المسابقه القادمه هكرم كل الشعراء في الدورات السابقه علشان نبدا جديد. دلوقتي هنبدا بقى ان شاء الله. اتفضل. هو ان شاء الله طلب الحديث من الاخ ناجي كيف نعرف الشاعر فلان. في الواحة هنبدأ بحوار أتمنى كل اللي موجودين في الواحة يشتركوا فيه. أنا استضيف شاعر كبير يعرف نفسه للمجموعة، وأي حد عنده استفسار أو سؤال أو إلى آخره عن طريق المحادثة يقدر يتناقش ويتحاور مع الشاعر الموجود. أتمنى أن الموضوع ده يروق ليكم ويعجبكم. موضوع الرجل العام كنت اقترحت كل شهر يطلع من الواحة شاعر هو يعتبر المميز، وآخر سنة نطلع 4 شعراء، 12 شهر نصفيهم على 4. فأنا معرفش هو غير براندي كل حاجه اتغيرت يعني. فأتمنى إن شاء الله، ويمكن الاقتراح ده أنزله على الفيسبوك في الصفحة، وهنبدأ بشاعر محترم محامي مثقف قدير الشاعر رضا. هو ده إن شاء الله هيبقى الجزء اللي انتوا عايزكم تعصروه، يعني تخلوه واقف في قفص الاتهام، وهبقى انا القاضي ومعايا 2 مستشارين اشد منه عشان مش هقدر عليه لوحدي، وعايزين كده نشد نعصره شاعر ونعرف مين هو رضا شاعر. اشكرك. جاءت اللحظه الجميله التي ننتظرها جميعا، لحظه التكريم. هذه اللحظه بعض الشعراء يتعففوا ويقولون لانفسهم عنها، يقول لك احنا مش محتاجين لا، انا واحد من الناس، انا بكتب بقالي 35 سنه وصدر لي 11 كتاب، والله بتمنى اللحظه دي ان واحد يقول لي قصيدتك كويسه او يديني شهاده تقدير حتى لو قصيده صغيره، بحس ان انا اشتغلت وتعبت وكسبت. فحتى وان كانت التقدير بتاعنا مجرد ورقه، الورقه دي مجرد شيء رمزي، ولكن يكفي ان القصيده بتاعتك مرت على لجنه تحكيم وشغلت اكثر من 15 عضو بيراجعوا القصيده بتاعتك وبيحددوا ويقولوا الراجل ده او الست دي يبقى شاعر ولا مش شاعر، تعب ولا ما تعبش، قدم وصف جيد ولا لا، وفي النهايه نختلف وتقوم معارك حربيه بالفعل بيننا وبين اعضاء لجنه التحكيم. يعني انا افتكر في اللجنه السابقه دي الدوره 19 بتاعتنا حصل جدل شديد جدا جدا بينه وبين احد شعراء من اعضاء لجنه التحكيم حول شاعر من الشعراء. انا اديته 9/10 وهو بيديله 6/10. فازاي انا اديله 9 وهو يديله 6؟ فقال القصيده واقعه، القصيده فيها قصور وزنيه، القصيده فيها كذا. قلت له لكن عنده صوره شعريه تنم عن شاعر كبير. والله الشعراء الكبار ورموز الفكر من الشعراء العاميه في مصر ما كانوا يقدروا يجيبوا الصوره دي. الراجل بيقول ايه يا اخوانا؟ قال عصفوره قاعده في عشها من حب دايبه يا عيني دوب، والحقد عمره ما خشها، عدى عليها من بعيد صياد عنيد، شد الزناد وبطلقه واحده نشها. شوفوا الروعه، شوفوا الروعه والجمال. انا اديته 9/10 بس لان الرباعيه بناء مش مكتمل، بس دي معماريه، دي خاصه بقى بالقواعد الرباعيات، ولكن جواه شاعر، ولذلك اديته 9/10. وعشان كده اخذ وسام، وانا تحديت لجنه التحكيم كلها بالكامل
والحمد لله فرضت رايي عليهم واخذوا الرساله. لان احنا ما بنديش الدرجه علشان القواعد بس. ان ما كانش جواك شاعر يقدر يصطاد صوره شعريه ويقدم احساسه ومشاعره للمتلقي العادي، يبقى ما يستحقش ان هو يكون شاعر. وده مبدئي انا شخصيا اللي بطبقه في واحد شعراء العاميه، وارجو ان احنا كلنا نقدر الشاعر من هذا المنطلق. عموما ضايقك وسام يا استاذ فلان. الله يخليك. النقطه الثانيه كمان معلش قبل ما نبدا التكريم، انا بعتذر جدا يا اخواننا لعدم التعليق على بعض الشعراء. اسمحوا لي، انا عدت كده ما بقدرش ادخل في التعليقات الفيسبوكيه العقيمه سلمة الاياد ورقوعه زي ما بيدلعوها وقلم مبدع والكلام ده. انا النص اللي بيعجبني ويستفز عقلي ويحركني ويحرك مشاعري بكتب عنه رؤيه نقديه او مقاله او دراسه. لكن التعليقات البسيطه دي انا ما اعرفش، انا بحس ان انا بظلم الشاعر لما انا اكتب عنه تعليق كده يبقى تعليق فيسبوك عقيم. انا محرك بالتعليقات، بس انت اختار كل يوم نص موجود بالوحي. الله ينور. يدغدغ دماغك. الله ينور. وهنهده. صح. وهنهده. خده على غد الصبر. طب نسمع شخص واحد بس، نسمع واحد. واكتب فيه. صح يا استاذ. طب انا موافق بس بشرط. قصيده يوميا في الوحي. انا موافق. كل دول هل كل الشعراء؟ لا كلهم شعراء يا اخوانا. قصيده حطوها بالوحي. يا اخوانا بس تجد دماغك. حتى لا اتهم بالتقصير ضد الشعراء، كل الشعراء الموجودين بيكرموا لانهم شعراء. انا شايف ان هم شعراء يستحقوا التكريم، ولكن لهم درجات بالتاكيد. يعني في واحد اعلى من واحد وفي واحد اقل من الثاني، كل واحد عنده رؤيه خاصه. انا عجبني جدا جدا الشاعر رجب فرج في يوم من الايام لما قال لي انا ليه ما كسبتش في المسابقه دي؟ فرجعت وقلت له والله كان حوار اللي عارف هو بيقول ايه. بعض الشعراء بيكتب القصيده ويجري زي ما بيقول الاستاذ المنتصر كده. فاذا كنت انت نفسك مش حريص على قصيدتك، ازاي عايزني ابقى حريص عليك؟ لكن انا اوعدكم ان شاء الله زي ما قال ننفذ الاقتراح الاستاذ المنتصر، هناخد نص واحد بس كل يوم او كل اسبوع على حسب ما يتسع الوقت، وهنبدا نشرح النص ده تشريح اكاديمي بالكامل علشان حتى نعطي فرصه للمتلقي العادي او للشعراء يعرف نقاط الضعف والقوه في النص بتاعي عنده. واول حاجه هنتكلم عنها في الشعر ان شاء الله مستويات الكتابه وفضاءات النص اللي كتير من الشعراء لا يعيرونها اي اهتمام. وهنتكلم عنها ان شاء الله بكره باذن الله في النص بتاعنا. ندخل بقى في مرحله التكريم. الدوره ال 14 فاز بوسام التميز الابداعي الشاعر رضا ابو الغيط.